بسم الله الرحمن الرحيم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اخواتنا وحبايبنا، جبنا لكم النهاردة بفيديو الديربي، ديربي الكايرو، ديربي حسين الشحات. النهارده هنتكلم عن ماتش الاهلي والزمالك، وهنتكلم على التفاصيل كلها، فخليكم معانا واحدة واحدة على الهادي، على الهادي. طبعا ألف مبروك للنادي الأهلي ولكل جماهير النادي الأهلي على المكسب النهاردة، وعلى استعادة الثقة، وإن شاء الله تبقى دي بداية جديدة للنادي الأهلي، وبداية جديدة بداية السيزون هتبدأ من دلوقتي. إن شاء الله اللي جاي كله هتبقى نتائج حلوة، ويا رب يا رب يا رب ما نشوفوش أي تراجع في الأداء. طبعا الاهلي كالعاده النهارده برضو كان بيوصل وبيرجع، بيوصل وبيرجع، بيوصل للجون وما بيسجلش، بيوصل للجون وبيضيع، بيوصل للجون ومش عارف طاهر بيعرض ومش عارف مين بيسيبها لحسام عبد المجيد. فخلينا نتكلموا واحده واحده في الاحداث والتشكيله والنتيجه، وخلينا نقيموا كل لاعب وندي كل واحد حقه، واللي ملعبش واللي كان اداؤه وحش هندبوه على طول. نبدأ بأحداث المباراة. وفي الدقيقة 4 كرة تتقطع من الشحات، أخدها الزمالك، راحوا هجمة مرتدة إخوان ألفينة. الكرة وصلت، يعني هو اتقطعت الكرة من نص ملعب الزمالك، بقى انفراد واحد على واحد. خلاص اتقطعت الكرة من نص ملعب الزمالك، بقت انفراد عليا أنا، يعني واحد على الحارس. وتصدي طبعا جميل جدا من الشناوي، طلعته حلوه وتصدى للكرة حلو، ياسين مرعي طلعها بدماغه فجت في ايد الشناوي وصدها. في الدقيقة 9 كورة مرتدة على الأهلي من ناصر ماهر، أخد الكرة قطع بيها مشوار طويل. فياسر إبراهيم، طبعا مروان عطية كان بيحلق عليه، وعقبال ما وصلت الكرة على جهة ياسر إبراهيم كان ياسر إبراهيم واقف لوحده مش ماسك حد، فكان جنب ياسر إبراهيم على طول آدم. عقبال ما يعني ناصر ماهر لعب الكرة لآدم من هنا، عقبال ما ياسر ابراهيم عمل كده بس عشان بيبص الكرة رايحة فين، كان ادم استلمها ولعبها لناصر ماهر قدام الجون. وناصر ماهر طبعا ضيعها، يعني ادانا كورة قال لنا خده بألف هنا وشفا، الكورة دي مني ليكو عشان انا ناصر كفتة. المهم، فبعد ما الكرة خلصت من هنا على طول، فانا ببص يعني ببص على المدافع ده مين اللي هو واقف ثابت ده، لا ماسك ده ولا مسك ده، ولا يعني لا ضغط على الناصر ولا مسك ادم. تمام. فببص لقيته ياسر ابراهيم. تخيلوا عرفت ياسر ابراهيم منين؟ عرفته منين بعد ما الهجمه دي حصلت على طول؟ لقيته واقف بعد ما الكوره ضاعت عمال يعمل ازاي، يا مراري يا مراري والله العظيم. لقيته واقف عمال يعمل يا مراري يا مراري، قام هابد لك 3 هبدات على راسه بس كده خلاص. ياسر ابراهيم فاق. ياسر ابراهيم هيطلع دلوقتي هينفخكوا في الهجوم. تيجي هجمه في الدقيقه 11، كانت الكره عند طاهر، عرضها عرضيه جميله جدا جدا جدا، فطبعا والكره بتترفع، فحسام عبد المجيد كان قريب منها، ووراه على طول كان مين؟ كان محمد شريف. فمحمد شريف كده ايه، حسام عبد المجيد بص له كده، فلقى عيونه خضرا، فقال له انت رايح تلعب الكوره؟ فشريف قال له اه. قال له لا استنى والله ما تحصل، وربنا ما تحصل يا جدع، ده انت ضيف عندي في ال 18، دي ال 18 بتاعتي يا عم، انت مش شايف مين اللي واقف جون؟ ده صبحي. فالمهم راح عليها حسام عبد المجيد وقام عاملها لك كده برجله، فكانت خبطت بند وكانت هتيجي في جون وكان هيهدي الاهلي جون. جت بعديها على طول ركنيه، اتلعبت من بن شرقي ونزلت على راس ياسر ابراهيم بالملي، وياسر ابراهيم لعبها بدماغه الصراحه حلوه، بس يعني ما ظبطش راسه في الحطه بتاعه الكوره. وجت الكرة جنب العارضة، دقيقة 18 ركنية للأهلي تانية، ويلعبها برضو بن شرقي وتنزل برضو، يعني هو طلعها المدافعين الأول بس نزلت برضو لياسر إبراهيم، فهمتني اللي هو بتقول له أنا أهو يلا جيب جون بقى، جيب جون بقى. فنزلت الكرة لياسر إبراهيم، فلعبها شبه لوب كده، نزلت فوق الجون وفرصة ضايعة. طبعا يعني أنا ده لحد الآن دقيقة 18 أنا مضيع بتاع 6 هجمات ولا 5 هجمات لحد الآن. تيجي طبعا في الدقيقة 24 كانت الكورة مع بن رمضان. بن رمضان هو واخوان ألفينا خشوا في التحام، فالاتنين وقعوا، فبن رمضان يعني قام وكمل مشي بيها مسافة حلوة، يلعبها هو ومحمد شريف دبل باص ويشوطها طبعا بن رمضان، فتخبط في المدافعين تترد لطاهر، طاهر يلعبها تاني لبن رمضان، وبن رمضان يلعبها بالكعب جميلة جدا 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 لتريزيجيه اللي بياخد الكورة وبيقطم. وبعد ما قطم انا جسمي مش معدول،
فشاط لك الكرة اي حاجة راحت في ايد صبحي. وكان برضو نفس الموضوع، كان بن شرقي قدامه. ما انا ببقى جوه ال 18، يعني انا بوصل ال 18 وببقى جوه ال 18 اكتر من 10 مرات، اكتر من 30 مرة. مفيش ولا مرة بعرف استغل الكرة دي صح، الا لما نزل حسين الشحات بس. الا لما نزل حسين الشحات، لما بصيت بره مين معايا على الخط لقيت حسين الشحات قام لعيب له. الدقيقة 25 كرة كانت في دفاع الأهلي، رايح عليها ياسين مرعي. يعني ياسين مرعي ماشي كده، ماشي بالراحة، تمام. لا الكرة بتطلع، قالك لا استنى شوية لما تنزل، عشان أنا لو رفعت رجلي ممكن يجيلي الضمة. فالمهم يعني عقبال ما فكر يرفع رجله، كان عدي الدباغ اللي وراه راح يعني مد رجله ولمس الكرة الأول، وياسين مرعي قام لطش رجله. وقع طبعا، والحكم صفر بلانتي وضربة جزاء صحيحة جدا ما فيهاش أي حاجة. عقبال ما شافوا الفار وقعدنا بتاع 3 4 دقايق. طبعا كل ده يعني انا كنت بفكر بس الكوره هي صح ولا لا. لا شفت القعده مره واتنين وتلاته، اتاكدت ان هي صح. واللقطه جت بقى، يعني انت عارف ان هو بعد الجون بيعيدوا اللقطه مره واتنين وتلاته. فبعد ما عادوها مره واتنين وتلاته وجه الملعب، فببص لقيت برضه عدي الدباغ وياسين مرعي الاتنين نايمين على الارض. يا عم خلاص البلانتي اتحسب وانتوا خلاص يعني، خلاص البلانتي اتحسب. قوموا بقى خلاص، الاتنين نايمين نوم، بص ما ناموش. بس بالنسبة لضربة الجزاء هي صحيحة، دخل على التنفيذ عبد الله السعيد والكرة اتشاطت. والشناوي تألق جميل جدا 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 من الشناوي، وتصدي حلو جدا. فخلاص احنا فرحنا وكل حاجة، لقيت لك الحكم بيقولك عيدوا البلانتي. عيدوا البلانتي ليه؟ قعدت افكر برضه اقول الحكم ده جايبينه منين، وبدات اتضايق بقى، فهمتني؟ ويا حكشه ولا ابص على الشناوي كده. بقى لي ساعه ونص عمال ابص على الشناوي، طلع من الخط ولا لا، وتتعاد كده بالراحه، ابص اركز. اتاري الموضوع مش هنا، اتاري الموضوع هنا. اجي ابص الاقي تلات لعيبه من لعيبه الاهلي قبل ما الكره تتلعب، ومعاهم واحد من الزمالك. تلات لعيبه وواحد من الزمالك. الاربعه طالعين لي خلاص، يعني شويه هيروحوا يشوطوها مع عبد الله السعيد. طب ايه يا جماعه يعني دي ما فيهاش كلام، دي المفروض ما فيهاش كلام. المفروض ان انت عارف البلانتي بعد اول ما يتشوط تبدا انت تتحرك من على الخط، مش اللاعب لسه هو رايح فانا اقوم جاري معاه. طب بتجري معاه فين؟ بتديله الدفعه، يعني بتديله الدفعه عشان يشوط. دخل حسام عبد المجيد وسجل الهدف الاول للزمالك. وطبعا انا اتضايقت جدا ليه؟ لان انا فريقي من اول دقيقه ضاغط، ومن اول دقيقه عمال يهاجم، والزمالك بيغلط كتير جدا. الزمالك النهارده في البلاله، الزمالك النهارده كشري ابو طارق، عارفينه. المهم بيغلط كتير جدا. فانا ليه يعني، انا ليه بعد كل ده ان انا اللي استقبل الجون الاول؟ اذا كان بلانتي ولا اي حاجه مش هتفرق، فليه انا استقبل الجون الاول؟ فاتضايقت جدا يعني. طبعا من الدقيقه 33 ومن بعد تنفيذ البلانتي لحد تقريبا الدقيقه 40 عندك 7 دقايق الاهلي راح فيهم 6 هجمات، يعني كل دقيقه ما يعادل كل دقيقه هجمه. وكل دقيقة الأهلي بيروح فيها هجمة ما بشوفش منها يعني أي استخلاص. بروح قدام الجون بلاقي بقى خلاص بقى، يعني أنا أول ما بوصل لل 18 بحس إن اللعيبة لما بتوصل لل 18 بتقولك كده أنا خلاص أنا جبت جون. إيه اللي الكرة اتقطع منه، واللي يشوطها لك كده، فهمتني؟ ومحمد هاني يوم ما شاط عمل إيه، محمد هاني وهو بيشوط عمل إيه، عمل لك الكورة كده إيه وهو بيشوط الكورة. أنا فصلت أوي لما شفته بيشوط الصراحة. في الدقيقة 40 عرضية من محمد هاني بالمقاس لبن شرقي، بالمقاس جايله على رجله، وما كانش معاه حد. المدافع اللي قدامه كان ماسك محمد شريف، بالمقاس على رجله. هو ما بصش كويس او مركزش كويس، انا مش فاهم. فانا مش عارف يا جماعه، وانا كل شويه واحد اقعد اقول له مركزش وما بصش وقلشت منه وعملت منه. في ايه يا جدعان؟ انتوا مهاجمين والكرة بتجيلكوا قدام الجون، محتاجين ايه اكتر من كده؟ يعني انت لا بتاخد لي الكوره بتقطع لي مسافه من 1 و2 و3 وبتروح تجيبها لي جون، ولا انت الكوره بتبقى بعيده وبتشوطها لي ارتو خلاص في المقص، انت كده ما شاء الله عليك مهاجم وجايب ملايين. لا، انت الكوره جايه لك قدام الجون، فليه؟ اتلعبت له بالمقاس على رجله وعملها لك واحده كده، فاهمني؟ وقام سقط، يعني خلاص بقى سقط، وقع. تمام. وكورة بعديها على طول في الدقيقة 42 محمد طاهر، محمد طاهر قصدي، طاهر محمد طاهر، الكرة جات له تمام. فهو رايح ايه، معاه حسام عبد المجيد على ما اظن. حسام عبد المجيد يا بنتايج حد منهم. المهم فطاهر قال له بقول لك ايه، فحسام قال له ايه، قال له ايه رايك نلعبه سباق؟
قال له ماشي، قال له انا هجري الكوره ونجري انا وانت ونشوف مين اللي يلحقها. قال له تمام ماشي. فطاهر جرى الكوره من هنا تمام، فحسام عبد المجيد راح معاها. قام طاهر قام يقول له ها ضحكت عليك، ضحكت عليك، انت جريت وانا ما جريتش. فاخدها ادم من قدام حسام عبد المجيد وطلعها. لعبة مش مفهومة طبعا. الدقيقة 45 كورة من مروان عطية لعبها لتريزيجيه، جري بيها مسافة كبيرة، وبعد ما جري وعدى الأول والتاني ولقى نفسه وسط تلاتة، فقال لك لا أنا ما بصيش أنا أشوط. قام شايط الكورة فرجعت لطاهر محمد طاهر. طاهر محمد طاهر شاطها، فجت في صدر اسمه ايه ده، بنتايج. جت في صدر بنتايج، فاول ما جت في صدر بنتايج قام الحكم مصفر بلانتي. اول ما الكرة لمسته كده، ها كده هو لمسته وعدت، او لمسته هنا احنا كنا فاكرينها هنا، لمسته هنا او هنا وعدت على طول، صفر ايه بلانتي. فاول ما صفر بلانتي فاللعيبه بتجري عليه. فاول يعني انت طبيعي هو بيصفر بلانتي فمعروفه اهلي او زمالك او اي حد تلاقي اللعيبه بتجري عليه ايه بلانتي ازاي ما اعرفش ايه، او ناس بتقول له اه فعلا بلانتي دي في ايده. فهمتني؟ هو في الثانيه دي اول ما صفر بلانتي واللعيبه جريت عليه قام قال لهم استنوا 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 اشوف الفار، استنى استنى استنى. طب انا يعني انا مستنيتش الكوره تطلع، مستنيتش الكوره بعد ما اتشاطت في بنتايك تطلع، ولا استنيت ان انا ايه يعني بعد ما تطلع اتاكد هي ايه فعلا بلانتي ولا لا ولا هي ايه. طب انا واقف قريب، انا شفتها في ايده، خلاص يبقى صفرت بلانتي. طب ليه بقول استنوا لما اشوف الفار على طول في نفس الثانيه؟ طب انا مثلا ما شفتهاش الكرة كده كده هتطلع، فلما الكرة تطلع انا ساعتها بقى اوقف واشوف الفار، او عقبال ما يروحوا يجهزوا ركنيه اوقف واشوف الفار. لا ده صفر قبل ما الكرة تطلع. فعشان كده بعد ما راح شاف الفار رجع قال لك ايه، رجع قال لك لا الكرة اسقاط، الكرة اسقاط، اسقاط. انا ما كنتش فاهم ساعتها، انا قلت ايه ده، انا اول مره اشوف في حياتي كرة تيجي في ايد واحد او في صدر واحد وتطلع ركنيه، لا يحسبها بلانتي لا يحسبها ركنيه، حسبها اسقاط. طبعا حكم المباراه بيحسب 10 دقايق في الشوط الاول. واللي حصل في العشر دقايق دول ان محمد شريف يوم ما جه يروح بهجمه طلعت اوفسايد. سلام، الشوط الاول خلص. تبدأ أحداث الشوط التاني، مفيش أي تغييرات مفيش أي حاجة. بدأت الدقيقة 57. الكرة اتلعبت من طاهر، اترفعت من نص الملعب أو من بعد نص الملعب بشوية، نزلت على خط ال18 لمحمد شريف، سندها بصدره لتريزيجيه وشاطها شوطة جميلة أوي الصراحة، عدت من جنب العارضة وكانت هجمة حلوة. أنا تردت الكرة عليا في الدقيقة 58 على طول. طبعا دفاع الأهلي بقول لكم بقى يرعب، أنا بقيت أترعب من الدفاع. ياسر إبراهيم أداؤه هجومي جدا، وياسين مرعي ما سمعتش اسمه غير في البلانتي. ده الدفاع بتاعي. الكرة راحت هجمة مرتدة علينا، الكرة مع عبد الله السعيد لعبها لآدم، آدم كياد ولا مش عارف اسمه آدم ايه، وبعد كده لعبها على عبد الله السعيد تاني، فهو عبد الله السعيد لعبها له رابع. فأنا كل ده دفاعي مش موجود ها. والكرة بعد كده اتلعبت لبنتايج، تمام، وبنتايج قدام الجون على طول بقدرة قادر يلعبها على اليمين، يعني يعرضها على اليمين، عرضها على اليمين وهو قدام الجون. فطبعا المدافع بتاعي السيرد باك العالمي بن شرقي، اللي انا الادوار عندي ما بقتش عارفه ايه نظام، يعني ما بقتش عارف ايه نظامها، بقتش عارف الادوار عندي متخلطه ازاي، ما بقتش عارف فاهم. لما بلاقي الدفاع بيطلع كوره بقول اكيد ده من الهجوم، الاقي الهجوم بيشوط كوره على الجون اقول اكيد ده من الدفاع. فانا يعني ايه بقت، هي الدنيا ماشيه كده وانا باصص كده، او الدنيا ماشيه كده واللعيبه باصه كده، انا مش باصص كده، لا انا باصص كده. فوانا ببص كده لقيت الشحات نازل كده، فقلت له انت بتعمل ايه يا شحات؟ قال لي ببص اسمه ايه ده، ينزل حسين الشحات ويخرج طاهر. شكرا يا طاهر، شكرا أوي النهارده. وفي الدقيقة 70 كرة من مروان عطية لحسين الشحات، أول ما نزل على طول الشحات أخدها لف بيها لفة حلوة كده، وبعد كده قام لعبها لك باص عالمي، باص عالمي، باص يعني بص يودي اسمه ايه ده، يودي محمد شريف هو والجون. فمحمد شريف الصراحة لأول مرة ما يبصش شبه بقية اللعيبة، وما يبصش على الجون على طول وتبقى وجهته على الجون. وهو بص كده يعني هو جاي يروح على الجون، فلقى حسام عبد المجيد جنبه، فقام قايل له حسام. قام حسام بص له كده وقال له ايه، قال له اكلت حاجة النهاردة؟ قال له لا. قال له طب كل صابونة. اداله واحدة صابونة كده، اداله واحدة زحليقة، خلاها من عائلة الناسجون الشرقيون بتوع السجاد. فهمتني؟ قام لاسحولك واحدة كده ايه،
اللي هي قطر 6 إلا تلت. اداله واحدة قطر 6 إلا تلت، وعلى طول أول ما اداله قطر 6 إلا تلت لقى حسين الشحات في وشه، لعبها لحسين الشحات وجون التعادل. جون التعادل جون التعادل. الواحد كان واقف، بص كان قلبه عمالة دب دب دب. ليه قلبي عمالة دب 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 دب؟ مش عشان انا خايف من الزمالك، مش عشان انا معرفش ايه، عشان انا فريقي بيهاجم وانا بترعب من الاهلي لما بيهاجم وما بيسجلش. 1-1 النتيجة، وحسين الشحات أول ما نزل على طول بسم الله ما شاء الله جون. 5 وخميسة، جون حسين الشحات. في الدقيقة 75 كرة من تريزيجيه لحسين الشحات. تريزيجيه كان على خط ال18، لعبها لحسين الشحات على اليمين. حسين الشحات وهو جاي بيستلمها، فبنتايج قال له اشمعنى ياسين مرعي يضرب وانا ما اضربش، وقام ايه شمته لك واحده ببطنه كده. قال له ايه؟ قال له خد دي مني ليك، دي انا مش هعرف اعملها في الكوره فاعملها فيك انت. فقام شمت له واحده في ايه، في بطنه. والحكم يصفر ويحسب بلانتي، وبلانتي الاهلي برضو صحيح جدا، ما فيهوش اي حاجه. بلانتيات النهارده ما فيهاش اي حاجه، اذا كان اللي اتعادت ولا اللي اتسجلت ولا اللي اتحسبت، مفيش فيهم اي حاجه النهارده البلانتيات. يدخل تريزيجيه، وتريزيجيه داخل. طبعا انا قلقت جدا الصراحه، يعني انا افتكرت ميامي، افتكرت انتر ميامي جدا، افتكرت انتر ميامي واترعبت. بس فتريزيجيه قال لك انا لا هعملها يمين ولا هعملها شمال، هي في النص، فهمتني؟ لعيبها في النص. ومحمد صبحي برضو راح يبص السجاد عامل كام النهارده. بس انا يعني ايه، استغربت بس حاجه، معلش، استغربت حاجه في بعد ما اتحسب البلانتي على طول. انا شايف حسام عبد المجيد سايب الحكم وراح يكلم اللعيبه بتاعه الاهلي. راح قعد يكلم في شريف، فشريف سابه ومشي. قام رايح مكلم بن شرقي، فبن شرقي بيقول له عايز ايه يا كابتن؟ ف... فحسام عبد المجيد قال له يا عم والله مش بلانتي، ده مش ضربه في بطنه. بس انا شايفه بيشاور كده، مش ضربه في بطنه، مش ضربه في بطنه. تمام. فهو بيقول له مش ضربه في بطنه، مش ضربه في بطنه. فبن شرقي بص له كده، عامل ازاي؟ معلش يا كابتن، معلش. والنتيجة بتطلع 2-1 للنادي الأهلي. والصراحة يعني انا المفروض من بدري، والله يعني انا المفروض من بدري يا جماعه. بس انا فرحت ان انا شفت الاهلي بدا يرجع. انا فرحان جدا الاهلي لقيته بدا يرجع من 1-0 ل2-1، وفي ماتش قمه. الموضوع صعب شويه، بس مفيش حاجه صعبه على الاهلي. مفيش حاجه صعبه على مين؟ على الاهلي. ويا لو امه كان موجود وزيزو، وارجع حايله ما يردش. الدقيقة 85 خروج محمد شريف ونزول أحمد عبد القادر، وخروج بن رمضان ونزول ديانج. بعد كده ما يحصلش اي حاجه لحد الدقيقه 92. عرضيه جميله جدا من عبد الله السعيد، تنزل بالظبط على دماغ عمرو ناصر بيلعبها بالدماغ، جت في العارضه. وانا ما اقولش ان ده حرام، ولا اقول ان من حق جماهير الزمالك تزعل، عشان المفروض اي حد حاليا من جماهير الزمالك عارف ومتاكد ان هو الماتش ده المفروض اقل حاجه طالع شايل 4 ولا 5 بعد اداء الزمالك اللي انا شفته. دي اقل حاجه، والله بجد دي اقل حاجه 4 يا 5. اقل حاجه الماتش ده كان المفروض يطلع كده بعد كميه الهجمات اللي انا ضيعتها وبعد الاداء ده. كانوا بيدوني الكرة في رجلي. بيقولوا لي روح جيب جون. واخر حاجه معانا في الدقيقه 97 كرة من ديانج من نص الملعب، بيعدي بيها وبيجري بيها بسم الله ما شاء الله عليه. بيعدي بطريقه حلوه وبيوصل لحد ال18، ومن 18 بيلعب ثرو جميل جدا جدا جدا. بس المشكله مش في كده، المشكله ان هو راح لانتي معلمه في الشياكه والاناقه واللباقه فعمر كمال خدها. عمر كمال مش ناوي، مش عايز، هو مش عايز يعمل حاجه. هو نفسه مش عايز. مش اول ماتش، يعني انا مش اول ماتش اشوفك كده، مش اول مره اشوفك كده. انت كنت بشعرك وقلنا ماشي مشكله شعرك، حلقت شعرك ولسه برضو زي ما انت. طب يا عم ايه، صباح الفل، صباح الفل. ده انت الكرة قدام الجون، ده انت لو مغمض عينك بس ومحدد انت هتشوطها ازاي كنت شوطها عدل احسن من كده. شاطها بطريقه غريبه جدا شبه ناصر كفته. يعني النهارده عمر كمال وناصر كفته، بس النهارده مباراة عمر كمال وناصر كفته بس. فشاطها بطريقه غريبه جدا، والكرة طلعت وتنتهي المباراة بنتيجة 2-1 فوز النادي الاهلي، اللي هي المفروض تبقى يعني حاجة طبيعية، المفروض ان ده يحصل.
الماتش اللي فات الاهلي عشان ما فيش حكام اجانب، والماتش اللي قبله بتاع السوبر الاهلي اللي كسبه، والماتش اللي قبليه على طول السوبر الافريقي اللي الخانق ابونا بيه. لسه فرحانين من يومين عشان السوبر الافريقي والنصر وهاج. هو النصر نزل وما هاجش. يلا وريني بقى انا حسين اللي هاج النهارده. حسين هاج جامد النهارده. تيجي لاخر حاجه بقى، وهي تقييم اللعيبه يعني. انا عشان فرحان بس، فايه ممكن الناس اديها ايه كريدت حلو، وناس اللي هم زي ما هم معروفين معروف الكريدت بتاعهم، لان ادائهم الماتش ده زي الماتش اللي فات بالظبط. ويمكن الماتش اللي فات انا اديتهم كريدت احلى كمان. انا بحبش ادي اللعيبه كريدت وحش، بس انا آه يعني انا بتعب انا كمان. انا بني ادم. فانا ايه زي ما انا كده بقى ما برضاش اشتم، فهمتني؟ يعني ما برضاش اشتم، يعني انا بتفرج على لاعب بيلعب وحش ما برضاش اشتمه. ما تجيش على دي كمان وما اخدش حقي. هنبدأ بالشناوي في حراسة المرمى. الشناوي 9/10. تصدي انفراد، تصدي بلانتي. والشناوي متغير، يعني متغير عن الماتش اللي قبل اللي فات ده. ياسر ابراهيم 2/10. لاعب هجومي بس. ياسر ابراهيم لعبوه فيرود. أداؤه الدفاعي النهارده 2/10. وياسين مرعي 1/10. اخويا اللي عمل لهم البلانتي. لسه نايم هو، يعني بعد ما عمل البلانتي. انا ايه يا لهوي، انا نسيت اتكلم عن الموضوع ده. انا ما شفتش ياسين مرعي من بعد ما عمل البلانتي ونام. هو فضل نايم لحد ما خلص الماتش ولا ايه اللي حصل؟ ياسين مرعي فين؟ الو. والله العظيم. كوكا. يعني انا عرفت ان هو لعب كورتين تلاتة. فكورتين تلاتة. فالتقييم بتاعه من 2 ل3. عشان هو لعب من 2 ل3 وقدر يوقف خوان الفينا البرازيلي واسمر برقصة سمرا. مروان عطية 7/10 على كل جملة. يعني انت لو عرفت انا قلت كل جملة النهاردة على الهجمات المهمة جدا جدا للفريق، كام جملة قلت فيها مروان عطية، هتعرف ليه اديته 8/10 كمان. بس طبعا سيبك من 7، 8/10. صنع ولا عمل، بس ايه يعني موجود. انا بسمع اسمه كل شوية، ببص عليه بلاقيه بيستلم كل شوية، بيسلم كل شوية. فمروان عطية 8/10. بن رمضان 5/10. يا بن رمضان، يا بن رمضان، يا بن رمضان، انت مش كده. هو اداؤه حلو النهارده، بس ده مش لعبه يا جدعان، والله ده ما لعب. والله لو تشوفوه بن رمضان ما مش عارف، ما انتوا عارفين بن رمضان كله. ده كده بن رمضان اللي احنا عارفينه. مش اللي كان في الاهلي اصلا، عشان هو في الاهلي انا ما شفتش منه غير الماتش بتاع الجون بتاع بورتو بس. ما شفتش جون غير كده، ولا شفت اداء حلو قوي غير كده. بس وبعد كده هنروح لطاهر. طاهر اديله 1.5. بوينت 2/10. هتقولي ازاي؟ هقول لك اسأل طاهر. تريزيجيه هياخد 7/10 النهاردة، عشان بس الهجمات اللي بيروحها لوحده. يعني انت جبت الجون وكل حاجة وتمام، وأدائك برضو كان عاجبني النهاردة جدا، بس انت كمية الهجمات اللي رحتها لوحدك انا متضايق منها. انا متضايق. بص انا هنا محبش اللاعب ياخد الكرة ويحس ان هو لوحده في الملعب. ما تضايقنيش. بعد كده نروح لبن شرقي. بن شرقي 6/10، لأن بن شرقي النهاردة بيدافع لي وبيعرض كور وبيرفع ركنيات، وركنياته بتبقى حلوة، وتعريضاته بتبقى حلوة، ان هو يباصي الكورة متقطعش منه بسهولة بتبقى حلوة. فالنهاردة هندول لبن شرقي 6/10. وشريف محمد شريف هياخد 7/10. محمد شريف 7/10، لأن محمد شريف عمل لي اسيست الجون النهارده. بعيدا عن اداؤه برضه، وبعيدا عن ان انا يعني ما شفتوش برضه في معظم الحالات، بس عمل ثرو، ولقيته بيتحرك، ولقيته بيلعب كور حلوه لزمايله مش على الجون. زمايله مش على الجون. ايه ده؟ اوف. انا اسف والله، مش عارف ازاي نسيتك. بس روح يا كوره جون. روح يا جون يا كوره. محمد هاني. محمد هاني 1.5. بوينت 9/10. يعني انت اعلى من شريف. انت فهمتني؟ انت اعلى منه. انا بحييك. انا بحييك النهارده يا محمد يحيى. بحييك والله. ده انا محمد شريف بقيت اشوفه يرفع العرضيات النهارده. و ايه الشوطه دي؟ ايه الشوطه دي يا هان؟
بس وهنتكلم على التبديل. عمر كمال صفر عشان الكرة الأخيرة، بس عمر كمال صفر عشان الكرة الأخيرة. يعني أنا ما كانش هيبقى ليك تقييم النهاردة عادي، يعني أنت عشان نازل متأخر جدا، نازل لي في الدقيقة حاجة و90، بس تنزل في الدقيقة حاجة و90 تيجي لك كرة قدام الجون تضيعها. ليه يا عم؟ ليه يا عم وأنا بشحت منك اللاعب؟ أحمد رضا لا تقييم عشان ما نزل في وقت متأخر، وما شفتش منه حاجة وحشة ولا شفت منه حاجة حلوة، فلا لا تقييم. حسين الشحات 10/10. حسين الشحات 10/10. استنى اجيبها لك تاني. 10/10. حسين الشحات. اليو ديانج 6/10. وأحمد عبد القادر. أحمد عبد القادر هو كمان 6/10. بس يعني ده كان كلامنا على مباراة القمة النهاردة، وألف مبروك للنادي الأهلي وهارد لك للزلو. وعايز أقولك يا زلو إن أنت لازم تشد حيلك، تشد حيلك كويس. وخلوا كمان يحيى يشد حيله، قولوا ليحيى يا جدعان في التعليقات يشد حيله، عشان يحيى من ساعة ما خلص الماتش ما كلمنيش، مش عايز يكلمني يحيى. وكده تكون نهاية حلقتنا النهاردة. أهم حاجة ما تنسوش تعملوا لايك وشير واشتراك، واكتبوا لنا تعليقات كده، يعني حسسونا ان انتوا موجودين معانا. واستنونا في مطوشة جاية كتير جدا، ودايما يا رب النادي الاهلي من تقدم لتقدم.